السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه اخباركم؟ يلا بينا نصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. النهاردة احنا جايبين اكياس عشوائية. يعني ايه اكياس عشوائية؟ اكياس كده بتتباع في المحل، هي مكونة من حاجات كتير، صاحب المحل هو اللي بيبقى حاططهم بالمنظر ده. ايه، ما تعرفيش بقى هو حب يوفر على الناس فلوس او دي زياده عنده؟ انا بصراحه ما اعرفش، فانا مش عارفه، اخترت واحترت كتير ان انا هشتغل بانهي كيس النهارده، وفي الاخر رسيت ان انا هشتغل على الكيس اللي قدامي ده. يلا بينا نفتحه مع بعض ونشوف الكيس ده يا ترى فيه ايه ومخبلنا ايه، ويا ترى هنعمل ايه بالكيس ده، لان انا برضو زيكم انا ما اعرفش. الكيس ده ب5 جنيه، ممكن تروحي عند اي مكان في الزنقه تقوليله، وخصوصا عند الشامي، انا عايزه كيس من اللي فيها الحاجات العشوائيه، بتوفر عليكي طبعا دي كتير، وده ب5 جنيه بس. هنحط 2 من البينك اللي قدامنا دي، لان لونه بصراحه عجبني جدا. وبعدين هاخد اللون الاكتر عندي اللي هو البينك الصغير ده، هحط منه 7 خرزات، هدخلهم كلهم طبعا زي ما انتوا شايفين كده ورا بعض. بصراحة حاساها هتطلع حلوة جدا، ومتحمسة اعرف شكلها النهائي هيبقى عامل ازاي. تمام، دخلنا اهو الخرز كله مرة واحدة. دول كده 2 4، دول 5 خرزات، لسه هندخل كمان 2. دخلنا ال7 خرزات بتوعنا، وهبتدي ان انا احط كمان واحدة من البينك دي، وبعدين هحط واحدة بيضة. هنا انا كنت بعدهم يعني عشان اعرف هما قد ايه. هحط كمان واحدة من البيضة. على فكرة ينفع تعملي منها حظاظتين لان هي كتيرة بصراحة. انت متخيلة تعملي بقى حظاظتين شكلهم تري شيك قوي كده، وكلهم على بعض 5 جنيه انت عاملاهم. وكمان هحط اللولاية الكبيرة قوي دي، وبعدين هحط جنبها واحدة بيضة، واحط كمان واحدة بينك، واحط 7 خرزات زي ما عملت الجنب التاني. طبعا انك توفقي شكل الشغل ده بيبقى مهم قوي، وده بيبقى شكله حلو. انا طبعا جايباهم ليا بصراحة، قلت اعمل حاجة جديدة ليا لنفسي، لان انا كنت حابة ان انا اعمل شوية حاجات كده برضو، افكار انا بساعدكم بيها. وقلت بالمرة اعرفكم ان الكيس ابو 5 جنيه ده عمل لنا حظاظتين حلوين جدا، ووفر معانا فلوس كتير جدا جدا جدا. انت ممكن حظاظتين زي دولت مش هتشتري، مستحيل تشتري اقل واحدة فيهم ب20 25 جنيه، لان هما كمان بصراحة مكلفين قوي. هبتدي احط واحدة كمان، انا عملت كده 7 زي المرة اللي فاتت. هحط البينك اللي زي هناك، وهنقيس بعد البينك ده الحظاظة نشوفها كده على قد ايدينا ولا لأ. وبالفعل انا حطيت الاتنين. انا طبعا هنا مش عارفة لان ايوه الخرم كان صغير جدا بتاع اللولي. اللون البينك ده عايزة اقول لكم لونه خطير في حتة تانية خالص. هقيسها على ايدي، لا انا حاسة انها لسه محتاجة شوية كمان. تعالوا نحط كمان من الاخضر ده عشان يدي معانا لون حلو. انا هحط الخرز التفسيرة الاخضر ده، وكمان هحط كمان واحدة خضرة، وهحط واحدة كمان شفافة. هنا بقى هبتدي اقص عشان اقدر، انا نسيت المقص للاسف، فهبتدي اقطع كده بالزرادية. قطعنا، هحط زي ما حطيت من الناحية اللي هناك 2 تاني خرز تفسيرة اخضر اهم الاتنين، وكمان هحط الشفاف. انا حطيت الصدفة دي عشان عجبتني جدا بصراحة، وهبتدي اربط كده، ودي هتكون شكل القفل من عند ايدي من ورا. بصوا يا بنات، انا بعمل فتحة بدخل جواها، اول مرة بربط عادي، تاني مرة بربط الخيط مرتين، بعمل فتحة وادخل الخيط مرتين. انا اسفة ان انا ايدي رايحة هناك، بس انا ما خدتش بالي خالص والله. ادي لفة
وادخلها كمان لفة وبربط كويس قوي، وشدي على قد ما تقدري عشان تطلع حلو. بصوا كده شكلها النهائي، انا شايفاها بصراحة طالعة حاجة جامدة جدا جدا جدا، عجبتني جدا. يلا بينا نقص الزيادة دي. انا مش بقص الزيادة قوي غير بعد ما اقيسها عشان تاخد راحة ايدي. ايه رأيكم يا بنات؟ خطيرة 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 بجد، في منتهى الجمال. عملتها ما كلفتنيش كتير، والخرز اللي موجود اقدر اعمل منه واحدة كمان